اهلا بكم من جديد. في الحلقات دي هنتكلم عن الاسعافات الاوليه ببساطه وازاي نتعامل مع المشاكل الحرجه بحيث ان احنا ما يحصلش اي مشاكل. وخير مثال نبدا بيه وهي الجروح. مهم جدا نعرف ان الجروح ممكن تبقى جروح مغلقه او جروح مفتوحه. الجروح المغلقه زي الكدمات او الجروح المفتوحه زي الجروح القطعيه. ونبدا الاول بالتعامل مع الجروح المغلقه لانها اسهل، ودي عباره عن جرح في الانسجه اللي موجوده تحت الجلد فبتسبب رشح للدم تحت الجلد. ودي العلاج بتاعها سهل جدا. في اول 24 ساعه بنستخدم الميه الساقعه مش تلج لان التلج بيسبب تلف في الانسجه. وبعد كده بنستخدم ميه دافيه لانها بتحفز امتصاص الجسم للدم ده لانه منها واليه نعود. بس كده. اما الجروح المفتوحه فمنها انواع كتير، ونبدا باول حاجه واشهرها وهي السحجات. ودي مثلا وقعت من على عجله ولا حاجه مع الاحتكاك مع الارض بيتكون سحجات. ودي التعامل معاها سهل جدا برضه لانها المشكله الاكبر هنا هي العدوى. فلازم نستخدم الميه الفتره لمده 10 دقائق لان الميه الفتره هتشيل اي اجسام غريبه وهتشيل العدوى وتنظف الدنيا خالص والدنيا تبقى تمام. تاني حاجه وهي الجروح القطعيه، وهنا المشكله مش مشكله عدوى، المشكله هنا مشكله نزيف. لان النزيف ممكن يسبب صدمه وبالتالي يسبب الوفاه. فهنا لازم نتعامل مع النزيف الاول، وده عباره عن اننا هنضغط على الجرح بصوره مباشره. كمان نرفع العضو المصاب عشان نقلل كميه الدم الواصله ليه فبالتالي نقلل النزيف لحد ما يوصل للمستشفى والدكاتره يتعاملوا معاه. تالت حاجه بقى وهي الجروح الوغزيه. بتشوف في الافلام لو في جثه ولا حاجه في سكينه داخله فيها فتلاقي البطل يروح شادد السكينه يبقى هو القاتل الفعلي. وبالفعل هو القاتل الفعلي لان ممكن السكينه وهي داخله ما تبقى سببت مشاكل وهو بيشد السكينه. دي المشكله اللي سببت ان المصاب ده يموت اصلا. الحل في الجروح الوغزيه هي تثبيت المصاب لحد ما يوصل للمستشفى والدكاتره يتعاملوا معاه. بس كده وخلصنا الحلقه. فلو انت وصلت للنقطه دي فانا حابب اشكرك وما تنساش اللايك والشير عشان غيرك يستفيد. اشوفكم في حلقه جديده والسلام عليكم.